سيد قطب سباب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفري في عرضهم فريا، وسأقرأ عليكم شيئا من كلامه. يقول كما في العدالة الاجتماعية في الصفحة 6 بعد 200: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما، يعني لا يؤمن بخلافة عثمان وينتقص خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا سب لذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، وهذا والله من أقبح ما يقول في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أتعرفون الثوار الذين خرجوا على عثمان ظلما وجورا؟ أتعرفون أولئك الثوار الذين سفكوا دم ذي النورين عثمان بن عفان؟ ماذا يقول عنهم سيد قطب؟ اسمعوا ماذا يقول. يقول كما في العدالة الاجتماعية في الصفحة 89 بعد 100، يقرر فيه أن الثورة على عثمان كانت أقرب إلى روح الإسلام من موقف عثمان، عافاني الله وإياكم. والله إن هذا من الظلم والجور والفساد العقدي الذي ينبغي أن يستحي من في وجهه حياء ومن يعرف عقيدة أهل السنة أن يدافع عنه. لكن صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم لما قال، كما أخرج البخاري من حديث أبي مسعود البدري قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم أيضا قرر في الصفحة 60 بعد 100 يقول: إنها كانت ثورة من روح الإسلام، أي الذين خرجوا على عثمان ثاروا عليه ثورتهم من روح الإسلام، وهم أقرب إلى روح الإسلام من الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ويقول إن الثوار هم الذين أشربت نفوسهم روح الدين إنكارا وتأثيما، في الصفحة 61 بعد 100 من الكتاب نفسه. ثم سب معاوية سبا ماجنا، فيقول عليه من الله ما يستحق، في كتاب كتب وشخصيات في الصفحة 42 بعد 200: إن معاوية وزميله عمرا، يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ولابن تيمية كلام عظيم على معاوية وعمرو بن العاص، بل أئمة السنة من قبل، وجعلوا معاوية بوابة الصحابة، القدح فيه قدح في بقية الصحابة، والذي يقدح في معاوية وصفوه بأنه رافضي وأنه زنديق، وتكلم عليه أئمة السنة بكلام عظيم ذكرت طرفا منه في رد على عدنان إبراهيم، وهو موجود في موقع الإسلام العتيق. يقول إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، يعني أن معاوية وعمرا لا يخافون الله ويفعلون كل محرم، فهم يمشون على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. يقول ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه، يعني علي رضي الله عنه وأرضاه، في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. هذا كلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.